خذ اعتدالي يا أبا صلاح، وشكر الله لك أن عددتني معتدلا، وفي يوم من الأيام عددتني متشددا، فاليوم أنا معتدل وهذا من فضل الله. أقول لك يا أخي الكريم، أولا انظر إلى عدد السائقين في مصر وكثرتهم الخاصة، وأظن أن مصر تعيش دولة طبيعية مثلنا، وعندها من التضخم وعندها من البطالة أكثر منا، وما زال السائق موجود في البيوت المصرية والنساء تسوق. ولا تقول لي الطبقة البرجوازية، وإنما حتى عند الطبقة المتوسطة من الذي بالأبناء، من يأتي بالأبناء، لا تقول لي المرأة، وكلنا نعرف والأفلام تحكي لك هذا الأمر. أما ما حكيته عن بريدة وما حكيته عن مكة من الاعتراض على تعليم المرأة، فكنت أظنك سوف تكون حياديا، لأن تعليم المرأة في الاعتراض عليه لم يكن في قضية التعليم. والإنصاف والعدل أن نحكي صورة لا نشوه بها مجتمعنا، لأننا في فضائية، فيجب أن نحافظ على مجتمعنا وعلى قيمنا. التعليم لم يكن ممنوعا. نصف من نساء بريدة، وأنا من بريدة، كانت جدتي ممن يعلم النساء، وبيوت رشودي كانت معروفة تعلم النساء في بيوتها، وكانت مدرسة جدتي ما أغلقت إلا قبل 15 سنة حتى بعد وجود التعليم النظامي، وما زالت جدتي وجداتي يقرأن أحسن مني ومنك. الكتاتيب، لا، وكتاتيب تعليم عام وحساب وكل شيء معلوم. لكن القضية لم تكن في هذا الأمر، كانت القضية في قضية وضع الضوابط التي انتبه إليها الفيصل رحمه الله، فوضع ضوابطها، فوضعها في يد أمينة، فوصل إلى ما وصل إليه التميز في تعليم البنات في المملكة العربية السعودية. أشكر خادم الحرمين أنه يلتفت إلى شعبه ويعرف أن شعبه يرفض شيئا فيستجيب له. أما قضية أنه حق، نحن نقول حق، لكنه حق ملبس بباطل. كيف ذلك؟ طيب، ليس حق المرأة أن تأخذه مجتزئا، وليس حق المرأة أن تنظر إليه. أعطني حق المرأة حزمة متكاملة يا أبا صلاح، كن منصفا، خذني بلطفك لا تقاطعني، أعطني إياها حزمة كاملة. خذ حقها في التطبب، واعطيها مستشفى نسائي خاص تحميها من تحرش الأطباء والممرضين وعمال الأشعة وإلى وإلى وإلى. لو تعلم أن في إحدى المستشفيات السعودية في سنة واحدة 6000 حالة تحرش. أتعلم في موقع الشبكة الليبرالية يقول اليوم التحرش الجنسي ووضعه أنه في السعودية أعلى نسبة من الولايات المتحدة. هذول المرأة ما بعد ساقت. ارحموا أعراضنا، ارحموا بناتنا. نحن لا نتكلم يا أحبتي عن أن امرأة تقود سيارة وتقضي حاجتها. اعطوني حقوق المرأة حزمة كاملة، اعطوني إياها، بدل أن المرأة تكون مطلقة. وأعرف امرأة مطلقة الآن قضيتها ما بين الشرطة والمحاكم، تمت 6 أشهر طردها زوجها ولم تستطع تأخذ حقها. أين أنتم عن هذا الحق؟ أين أنتم عن هذا الحق؟ أنت تخاطب من هنا؟ أنا أخاطب أبو صلاح نعم. ومن معه. إنما تريدون أن تفرضوا حقا للمرأة، أتوني به كاملا. طيب لماذا يعني لا تأتونني؟ لماذا الخطاب لأبي صلاح وجماعة المثقفين؟ أنتم وأنتم الشرعيون يا شيخ، ليس بيدكم مفاصل المجتمع. لا يا حبيبي، خذني بلطفك ووجه الكلام إلي أوجهه له. نعم. تمام؟ هذه محاورة، لا تأخذني بعيدا، هذه محاورة بيني وبين. هو يقول يا وليد كن، أنا أقول يا أبا صلاح كن. تمام؟ لا تملحها، لا ترمي جزافا. نحن كشرعيين قدمنا الحلول، طالبنا مستشفيات نسائية فأؤيدت في مهدها، وعدونا خبالة والوطن كتبت فينا، وعدوا أن هذا من المعجزة، كيف يصير مستشفيات نسائية مستقلة وأنها تجربة فاشلة. قدم الدكتور عدنان البار نموذجا لمستشفيات نسائية تصميميا، وعرف